ازيكم؟ بتجيلي شكاوى كتير من الامهات، احنا في فتره امتحانات، مضغوطين نفسيا، عندنا قلق، عندنا توتر، مش عارفين ننام، علاقاتنا سيئه جدا بابنائنا، طول النهار خناقات، الاولاد مش في دماغهم، مش عايزين يذاكروا، نعمل ايه؟ طيب قبل ما تقولي اعمل ايه مع ابني، اقعدي كده مع نفسك شويه واسالي نفسك، هو انا عايزه ايه من ابني او من بنتي؟ انا عايزه ابني يكون شخص كويس ولا عايزه النتيجه والامتحانات؟ طب لو انا عايزه ابني يكون شخص كويس، لازم علاقتي بيه تكون علاقه جيده. ما ينفعش في الفترة دي، حتى لو الابن مش باين، حتى لو الابن مش في دماغه، هو بيبقى قلقان. وفي بعض الأولاد بيكونوا بيكتموا مشاعرهم جواهم، وما بيبينوش ابدا ان هم قلقانين، وما بيبينوش ابدا ان هم في حالة توتر، بل بالعكس يبين لك ان هو مش همه. وهنفترض حتى لو هو مش همه، انت دورك في الفترة دي ان انت تكوني مساند وداعم قوي لابنك او بنتك في الفترة دي. طيب يبقى اول حاجة، انا علاقتي بابني دي اهم من المذاكره واهم من كل حاجه، لان هي دي اللي هتكمل معانا. الدراسه كلها بتبقى 16 سنه غير الجامعه، وبالتالي هي فتره وهي مرحله في حياتي او في علاقتي بابني، هي مرحله، مش علاقتي بابني كلها قائمه على المذاكره. فلو انا خسرته خلال فترات المذاكره اللي هي 16 سنه، بعد كده عشان ارجع احسن علاقتي بيه هبقى محتاجه مجهود كبير جدا. طيب خلاص، احنا قعدت مع نفسي وقلت لا، علاقتي بابني هي الجايه، يبقى اهدى كده واخش على النقطه اللي بعدها. النقطه اللي بعدها هي التقبل. هل انا متقبله رزقي في ابني ان هو يكون مستواه بدرجه معينه ولا لا؟ يعني انا طول السنه مثلا ابني بيجيب 8 من 10، ما اجيش بقى ايام الامتحانات اقول له لا انت لازم تجيب 10 من 10، ما انا عارفه ان هو مستواه 8 من 10. يبقى انا قابله ده، متقبله ده. لما احاسبه على 8 من 10، ما احاسبوش على 10 من 10. ما اقولوش ليه وعشان ايه وابدا اعمل معاه خناقات. طب ما هو طول السنه كان بيجيب نفس الدرجه، ايه اللي حصل؟ فدي نقطة التقبل. يبقى هقعد مع نفسي، علاقتي بابني لازم هي اللي في الأساس، وده الأصل ما بيني وما بينه. تاني حاجة تقبل مستواه وتقبل الدرجات اللي هو بيجيبها، لأن هو طول السنة بيجيب نفس الدرجات. طيب نخش على النقطة اللي بعد كده. النقطة الثالثة، خلاص أنا هديت وأنا متقبلة وأنا هحاسبك على مستواك اللي أنا عارفاه عنك. اقعد مع ابني او بنتي واقول لهم طب ايه المواد اللي عندكم، ايه اكتر ماده مضايقاكم، واديله هو فرصه ان هو اللي يخطط اليوم بتاعه بناء على ايه؟ بناء على الماده اللي هو حاسس ان هو محتاج مذاكره فيها اكتر، هديها وقت اطول، وهبقى متفقه معاه على ان اليوم بتاعنا متقسم، ان انت كل ساعه او كل ساعه ونص في بريك 5 دقائق، ما بين ماده وما بين ماده في بريك ربع ساعه. لو خلصت المهام المطلوبه منك، احنا عاملين جدول مع بعض 4 مواد 3 مواد، تشوف ايه على حسب اليوم بتاعنا متقسم ازاي، فانت في اخر اليوم ليك بريك. خلصت قبل ده هتقدر ان انت تطول البريك بتاعك، تقدر تاخد، فيحس ان هو في انا معايا وقت، انا هذاكر الساعه افضل من ان انا اقعد 24 ساعه، مش هستوعب زي ما هقعد الساعه دي. هي فكره بالظبط، فكره العمل بذكاء وليس العمل بمجهود. مش الهدف ان انا اقعد 24 ساعه قدام الكتاب، ممكن اقعد 24 ساعه قدام الكتاب بس ما طلعتش باي حاجه وما فهمتش حاجه. ممكن اقعد ساعه او ساعتين بس عشان انا مركز، وعشان انا نفسيتي كويسه، وعشان الجو المحيط بيا جو ايجابي، جو هادي، هقدر اطلع بنتيجه افضل. التوتر والضغط العصبي ده بيأثر على الذاكره جدا. في امهات كتيره بتيجي تقول لي انا بنتي كانت كويسه جدا، وتيجي في الاخر بقت بتنسى جدا وبقت مش مركزه خالص، من كتر الضغط العصبي، من كتر ما هي شايفاكي متوتره. حتى لو انت ما بتبينيش ده، ما بتقوليش ده، تصرفاتك وتصرفاتك في البيت واجواء البيت بتبين البيت ده بيت متوتر، في ضغط، في البيت مضغوط، البيت فيه شحنه ولا لا. وكل ده بيأثر سلبا على مراكز الذاكره في المخ. وبالتالي محتاجه منك كأم ان انت تهدي، تبقي فاهمه ان ابنك اولويه. في الفتره الاخيره للاسف الشديد في طلبه وطالبات كانوا بينتحروا بعد الامتحانات. طب ليه نوصل الولاد لكده؟ حتى قبل ما النتيجه تبان، بعد الامتحان، من كتر الضغط العصبي اللي هم تعرضوا له ادى بيهم ان هم يفكروا التفكير ده. طب احنا ليه نعمل في اولادنا كده؟ انا فاهمه ان كل الاهل هدفها ان انا ابني يبقى كويس. ما ابني يبقى كويس دي معناها ايه؟ معناها ان هو بس يجيب لك الدرجه النهائيه في الامتحان، انت كده بقى ابنك كويس. لكن علاقتك بيه علاقه سيئه، مش متفاهمين مع بعض، على طول خناقات مع بعض، هو ده كده الابن كويس؟ نوازن ده ونفهم ان الحياه اختيارات. انا عايزه منه ايه، محتاجه منه ايه. بالثلاث حاجات دول، فكره ان انا عايزه منه ايه، فكره ان انا متقبله مستواه واحاسبك على مستواك، مش فكره بقارنك بزميلك ولا بقارنك باخوك ولا حتى بقارنك بيا، بقارنك بمستواك. فكره ان انا مرتبه اليوم فيه
اوقات فيه للبريك، اوقات فيه للراحه، في تحفيز، في تشجيع. والله لو خلصت، طب لو زودت ماده كمان هنبقى ناخد البريك اكتر شويه، هجيب لك الحاجه اللي نفسك فيها. لو انت نفسك في اكله معينه، نفسك تلعب لعبه معينه، يبقى اليوم في المذاكره مش كله مذاكره وبس، لا، في بريك فيه. هو او هي شايله مسؤوليه حط الجدول. انا ايه الماده، انا من وجهه نظري، طب افرض انا قلت لابني او بنتي ايه الماده اللي انت ضعيف فيها او اللي انت محتاج فيها ان انت تذاكرها اكتر من مره، وقال لي لا انا في كله تمام، يبقى بقول له طب ايه الماده اللي انت بتحبها، طب ايه الماده اللي انت عايز تذاكرها. ابعد تماما عن الكلام السلبي والكلام اللي هو خلاص ما عادش فيه وقت، خلاص ضاع، اللي ذاكر خلاص، اللي ذاكر خلاص. طب انت جايه تقولي لي ايه؟ ابعد عن فكره ان انت هتسقط، انت فاشل. كل الكلام السلبي ده بيتخزن جواه، بيصدقه وبيتعامل على اساسه. كلام ايجابي، كلام فيه تحفيز، كلام فيه ان انا معاك وان انا داعم ليك وان انت المهم عندي بغض النظر عن النتيجه. في فرق ما بينك وما بين النتيجه، في فرق ما بين المجهود اللي انت بتعمله والنتيجه. النتيجه مش بتاعتنا، انما المجهود اللي انت بتعمله واللي انا شفتك ان انت عملت اللي عليك، ده بالنسبه لي كافي جدا، وهبقى فخوره بيك بان انت عملت اللي عليك. انت مش النتيجة، او الشخص مش بيتقيم بالنتيجة، الشخص بيتقيم بالمجهود اللي هو عمله، ولازم ده يبقى واضح جدا وده يوصل له. ربنا معاكم ان شاء الله، الايام كلها تعدي على خير باذن الله وتجيبوا احسن الدرجات. ودايما افتكروا ان علاقتكم باولادكم اهم كتير جدا من اي نتيجة او اي نجاح ممكن يحققه. كانت معاكم لايف كوتش شيماء حازم، ومنتظرة تعليقاتكم. اشوفكم على خير.